طبعا احنا عرفنا ان احنا لما بنتمرن بيحصل في حاجات في جسمنا عشان خاطر نقدر نحدد وقت الراحه بتاعنا، وان احنا هنتمرن بعد وقت قد ايه. طيب ايه اللي بيحصل في جسمي بقى لما بتمرن عامه؟ الكلام ده هيمشي على تمرين او اكسرسايز واحد جوه السيشن التدريبيه، او على سيشن كامله، او ممكن على اسبوع. طيب عايزك تبقى عارف معايا ان في 4 مراحل جسمنا بيمر بيهم لما بنيجي نتمرن. انا اتمرنت خلاص، بعد التمرين بيحصل تعب. اول مرحله جسمك بيمر بيها اللي هي مرحله اللي هي نمبر 1 ديت، اللي هي مرحله التعب اللي انت بتمر بيه. فطبيعي ان البرفورمانس بتاعك والاداء بتاعك هيقل ولا هيزيد؟ هيقل، وهو ده اللي بيخلي ده من ضمن الاسباب يعني ان حصل تعب. طب انت بتاخد الراحه بتاعتك، ايه اللي بيحصل في جسمك؟ بيبدا يفوق شويه. الفوقان بتاعه دوت او مرحله ثانيه اللي هي بنسميها مرحله الاستشفاء او استعاده الشفاء. يعني الريكفري بيبقى هنا، بس دي مش مرحله كافيه ان انا ابدا اتمرن تاني. امال المفروض اتمرن تاني امتى؟ في مرحله اللي هي رقم 3 اللي احنا بنسميها مرحله السوبر كومبنسيشن او التعويض الزايد. اذا المفروض ان انا اضبط الرحاب بتاعتي زي ما انا بضبط التمرين، لان لو انا اتمرنت وانا في مرحله 2 طبيعي ان مستوى التدريب بتاعي وكفاءتي في التمرين هتبقى اقل من اللي انا كنت بادئ بيه. لكن تعالى شوف معايا كده اللاين ده واللاين ده، لما تيجي تتمرن وانت في المرحله الثالثه اللي هي فتره الراحه المظبوطه للتمرين اللي هي مرحله التعويض الزايد او احنا بنسميها زياده استعاده الشفاء، كفاءتك في المجموعه دي او في الريبيتيشن اللي عليها الدور دي او في اي اداء اعلى من اللي انت كنت بادئ بيه. اذا الفيز اللي هي نمبر 3 ديت هي الافضل لاعاده تكرار التدريب مره ثانيه، سواء اكسرسايز بعد اكسرسايز يعني في ريست انترفال في النص بينهم يعني، او سيشن بعد سيشن. مش انت ممكن تتمرن 2 سيشنز في اليوم؟ حد بيتمرن مثلا الصبح في تراك وبالليل في الجيم مثلا. اذا الفتره اللي انا المفروض امرن فيها تاني هو ان انا في المرحله الثالثه دي. طب معنى كده ان انا كل ما زودت فتره الراحه كل ما كان افضل؟ لا، مش بالضروره. ليه يا كباتن؟ لان لو فتره الراحه زادت زياده عن اللزوم جسمك هيحصل فيه ايه؟ هينزل يبقى اقل من المستوى اللي كنت بادئ بيه. الدليل على ان ممكن المحاولات الثانيه والثالثه تبقى افضل من المرحله الاولانيه هو ان في اختبارات لما بتيجي تعملها متعلمه في الاسسمنت ان شاء الله، يعني هتلاقي ان في بعض الاختبارات يقول لك اعملها 3 محاولات وخد افضل محاوله. مش المنطق يقول ان افضل محاوله هتبقى جسمك فايق؟ طب ليه الاختبار في 3 محاولات؟ عشان انت ممكن بعد الاختبار الاولاني والمحاوله الاولانيه جسمك يحصل فيه تعب ويفوق قوي، فتلاقي المحاوله الثانيه ارقامها احسن ولا اقل؟ وارد ان هي تبقى احسن جدا. اذا الموضوع مرتبط، بس خد بالك برضه مفيش وقت معين تقدر تقول ان اي وقت راحه هيبقى كذا. ليه يا كباتن؟ لان الموضوع مرتبط انا كنت بعمل ايه. فانا بعمل مجهود جامد جدا مثلا زي حاجه سريعه لفتره طويله شويه، جريت بشكل سريع لمده 10 ثواني، اكيد النزول ده والطلوع دوت هيكون مختلف بشكل كبير عن لو انا عملت نفس السبرنت بس لمده 5 ثواني. ولا هيبقوا زي بعض؟ هيبقوا مختلفين. عشان كده تعال بص معايا للشكل ده كده. الفكره في ان الفتيج اللي هيحصل في المرحله الاولانيه انت لو مرنت عنده، يعني انت بعد ما التمرين خدت راحه صغيره وليكن اداء كان قوي جدا وسريع جدا ومحتاج حوالي 3 دقائق راحه، عملت مثلا اداء سريع على التريد ميل لعميل او عملت اداء سريع لرياضي بيتمرن معاك في التراك، والسبرنت الطويل ده كان شويه محتاج وقت راحه طويل زي 3 دقائق. ال3 دقائق ممكن تكون بعد ما عملت ال 100 متر السبرنت او عملت السبرنت الطويل جسمك في اول 30 ثانيه كان في مرحله الفتيج او التعب. هل ينفع امرن هنا يا كباتن؟ لو انا بمرن سبيد او سبرنتس او سرعات ما ينفعش امرن في المرحله دي، لان طبيعي جدا ان المره الثانيه هتبقى رقمها احسن ولا اقل؟ رقمها مش احسن حاجه، هيبقى طبعا الرقم بتاعها كبر مني، لان في السرعات لما الرقم يزيد دي حاجه مش كويسه، لان انا في مرحله كان جسمي تعبان فيها. طب انت خدت دقيقه راحه وحاسس ان جسمك كويس تقدر تجري بسرعه شويه، انت ممكن تكون فاكر ان هي دي كفايه، لكن عشان انت جسمك بدا يستشفى شويه، لكن انت كنت في مرحله 2 اللي هي مرحله الاستشفاء. هل ده معناه ان انا لو اتمرنت هنا الرقم بتاعي هيبقى احسن من المره الاولانيه؟ لا برضه، لان ما وصلتش لمرحله التعويض الزايد. فلو افترضنا ان العميل ده او الرياضي دوت محتاج 3 دقائق عشان نظام الطاقه اللي هيبقى موجود في جسمه ويديله طاقه عاليه في السرعه يتكون اللي هو الفوسفوكرياتين يعني او البي سي ار، محتاج 3 دقائق. اذا ال3 دقائق هتلاقيهم وصلوا فين يا كباتن؟ في المرحله الثالثه اللي هي التعويض الزايد. طب لو انا مرنت هنا رقمي هيبقى اسوأ من هنا، ولو انا مرنت هنا رقمي برضه هيبقى اسوأ من هنا، لكن لو انا مرنت هنا رقمي هيبقى افضل، لان لو خدت لاينز كده هتلاقيه اعلى من ده. طب ده يفيدنا في ايه برضه كمان كتدريبات ورا بعضها؟ ان في حاجه اسمها الاوفر تريننج او التدريب الزايد. لو حضرتك على المدى البعيد فضلت از كوتش
تمرن العميل بفترات راحه قليله بين الاكسرسايز والاكسرسايز ديورنج السيشن نفسه، او بين السيشن والسيشنز، يعني ما بتديلوش فتره ريكفري كويسه بين التمرين والتاني، او بين الدريل والتاني جوه التمرين، وبتقرص عليه تمرين ورا التاني، اسبوع ورا التاني، يوم ورا التاني. اللي بيحصل ان هو بيبقى في الاول قادر يقاوم شويه، لكن تدريب ورا تدريب بفترات راحه صغيره، يوم ورا يوم بفترات راحه صغيره، او اسبوع عن اسبوع في تحميل كتير، جسمه بيبقى في مرحله الاستشفاء. فاللي بيحصل ان بيخش في حاجه اسمها تدريب زايد، من اسمه كده اوفر تريننج، يعني بيتمرن كتير. اوفر تريننج يعني بيتمرن زياده، وفترات الراحه بتبقى صغيره، مش فترات الراحه اللي المفروض كان ياخدها بين التمرين والتمرين التاني. ده ديورنج السيشن نفسه، بين الدريلات جوه التمرينه الواحده، او بين التمرين والتمرين.